من أيام قليلة ظهرت آراء لبعض الكتاب السعوديين تسيء لمصر والشعب المصري، وبدأ الرد عليها من الإعلام المصري، وتوالت الردود اللي بتتناول العلاقات المصرية السعودية، لحد ما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحدث تصريحاته يؤكد قوة العلاقات المصرية السعودية. الوطني نيوز رصد ردود الفعل اللي تناولت الحدث وقامت بتوضيحه، وتابعنا تحليل جون المصري للأحداث وتحليله الدقيق لجوانب الموضوع. جون المصري أكد لمتابعيه أهمية حديث الرئيس السيسي عن العلاقات المصرية السعودية، خاصة في ظل محاولات إحداث الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط، واللي بدأت من بعد ثورة 25 يناير، وكانت السبب في إسقاط دول كبرى في المنطقة. مصر والسعودية كانوا أهم جبهة تحالف عربي واجهت محاولات إسقاط الشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين أقوى من أي محاولات لزعزعة استقرارها. جون المصري أكد على أهمية حديث الرئيس السيسي عن مواجهة الشر بالخير، ودي سياسة مصر الحقيقية اللي كانت السر في حفاظ مصر على علاقتها مع جميع أطراف النزاعات في العالم. السياسة الخارجية اللي كانت السبب في إن مصر تكون الدولة الوحيدة في العالم اللي قدرت تدخل الشمال السوري وتساعد في إنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف وفي كل الأوقات، ولن يتغير هذا الشيء. لم يصدر موقف من الحكومة المصرية سلبي تجاه السعودية، ولم يصدر موقف واحد من الحكومة السعودية سلبي تجاه الحكومة المصرية، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة. هذه قناعة مرسخة ليس لدى القيادة في البلدين بل لدى شعبي البلدين. طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟ أقل حاجة نعملها إن احنا نسكت. ما كناش نقول كلام طيب فاحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل إعلامنا اللي احنا ما بنتدخلش فيها. يا جماعة احنا مش بنكتب يعني إلا دايما لصالح ايه؟ لصالح تحسين ودعم العلاقات، مش العكس. احنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهارده. احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية ابدا ومنضبطة جدا، وبالتالي ما يصحش ان احنا يعني نسيء لأشقائنا. ومش هقول نسيء بقى، وما ننساش ما ننساش وقفة أشقائنا معانا. يعني معنى كده لما أنا هقول بقى فرضية مش موجودة، يعني لو في أزمة أنا أطول لساني، أنا أقول كلام مش مظبوط، ده كلام ما يليقش أبدا. يعني ده فين لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. فاحنا لما نعمل كده كمواقع تواصل او حتى بعض المقالات اللي اشوفها مع اشقائنا في المملكه او اي دوله اخرى، المملكه العربيه السعوديه انا بتكلم، لا احنا حريصين، وده توجه دوله. وارجو ان احنا كلنا كمواطنين ننتبه ان احنا لا ننساق ورا مواقع تقصد الفتنة بينا. احنا علاقتنا طيبة بالكل يا جماعة، علاقتنا طيبة بالجميع.